السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم جمهورنا الحبيب، جمهور قناة خط الدفاع. نبدأ بخير الكلام والصلاة والسلام على سيد الأنام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها. العناوين: الأهلي مع داون السنغالي اليوم في نهائي بال تري الساعة 7. كل التوفيق إلى أبطال السلة. الأهلي فاز على الطلائع 2-0. كولر اطمئن على لاعبيه اللي قاعدين على الدكة. ومرتضى يطرد أحمد الأحمر من الزمالك. أخبار كثيرة أخرى. التفاصيل أرجوك اعمل لايك وانت تشوف الفيديو، شير الفيديو، اشترك في القناة لو أول مرة تسمعنا علشان نقدر نقف قدام أعداء الأهلي. نتمنى فوز الأهلي اليوم على فريق داون السنغالي في بال تري. فريق قوي، فريق صعب جدا، فريق عنيف جدا، فريق يعني يملك من القدرات الفنية ما هو يقلقنا على فريقنا إن شاء الله. لكن نتمنى إن شاء الله أن يكون اليوم حلم الجماهير ويتحقق اليوم مع أوجستي ورجاله، وليس بعيد على الله، وباجتهاد لاعبينا أن نفوز بالكأس بإذن الله تعالى، ونعود من هناك ونحن نحمل الكأس إلى دولاب البطولات في الجزيرة. كولر حريص على حصد البطولات وبيعمل روتيشن علشان يقدر يلاحق على كل المباريات اللي عنده. يعني امبارح في 7 غايبين من الأهلي، لكن الصح الشوط الأول كان فعلا يعني ضعيف، لكن الشوط الثاني اتغير والنتيجة الحمد لله لصالح الأهلي، والأهلي لعب وغير وبدأ اللعيبة تركز في الملعب وتسيطر على الملعب وتستحوذ على الملعب. وهو ده الصح، ان كولر عاوز يخلي اللي بره زي اللي جوه، اللي على دكة البدلاء زي اللي بيلعب في الملعب وما عندوش مشكلة. كولر مبسوط بأداء اللاعبين في مباراة طلائع الجيش، خاصة الشوط الثاني، وخاصة السولية أبو ليلى ومجدي أفشة أيضا. أقول لك الاثنين أنا مبسوط بيهم جدا، لأنهم هم عندهم أحسن من كده، ولذلك كنت مبسوط إن هم رجعوا إلى مستواهم الطبيعي. وشكر أفشة جدا على الأداء اللي قدمه امبارح، وخاصة الشوط الثاني. أفشة الشوط الأول ما كانش عارف يتحرك بسبب الأندوسي. قندوسي كان بيدخل عليه فكان معطله. كان شوط أول ضعيف جدا، ضعيف فنيا، ضعيف هجوميا. فريق طلائع الجيش يعني مسيطر بنسبة عالية جدا، وكانت له الغلبة. قندوسي كان مكان تاو، لكن للأمانة ما كانش موجود مكان تاو. عبد القادر السريع اللي براوغ مفيش. خالد عبد الفتاح ما كانش بيطلع الشوط الأول. محمد أشرف نفس الشيء شرحه. الجيش كان متكتل. يفشى يعني الشوط الأول بسبب اندوس انه بيضم عليه، فهو مش عارف ياخد راحته وياخد يستلم ويسلم كطبيعته. يعني الاختراق من العمق كان صعب جدا، كان لازم الاطراف تتحرك، وهو ده اللي عمل خلل في الشوط الاول. طبعا 7 اساسيين ما بيلعبوش. القندوسي كان قافل على نص الملعب، مش بيقدم دخل، يعني ما كانش بيعمل خلل. لما كان المفروض لو هو كان بيكمل زي مثلا بيرسيتاو قبله، كان هيخلي مثلا خالد عبد الفتاح يطلع وراه. لا، كان بيضم على نص الملعب، فبيعطل قفشه وبيعطل اللعيبه وبيعطل السوليه، لانه بيتكتلوا في نص الملعب، فبالتالي بتبقى الكور قصيره بينهم وبين بعضهم، فده اللي ما كانش مظبوط. الناحيه بتاعت عبد القادر هم اللي كانوا شغالين. الطرف اليمين كان نايم، خالد عبد الفتاح ما بيطلعش، والقندوسي ما بيعملش حاجة، وفعلا كان الشوط الأول للنسيان. يعني احنا طبعا لما غير الشوط الثاني ونزل طاهر، وطاهر واخد على المكان ده وسرعاته وكلام زي كده، اتغيرت الدنيا شوية. فعموما المباراة بالنسبة لنا تحصيل حاصل. يعني ايه تحصيل حاصل؟ يعني احنا عاوزين نكسب المباراة وبس. حد يقول لك ما لعبوش، حد يقول لك ما ادوش، حد يقول لك محظوظ، حد يقول لك مش عارف ايه ما فنكوش، انسى ده كله. المهم خدنا ال3 نقاط، عاوزين نبقى كل مباراة فنكوش وناخد 3 نقاط، ونفضل عاملين محافظين على الفارق ان شاء الله علشان نحصد البطولة الغائبة. جهاد جريشة الحكم الوحيد اللي قال ان اسلام محارب له ضربة جزاء. كل خبراء التحكيم قالوا ما فيش حاجة الا جهاد جريشة.
لازم يطلع خارج السرب، لازم يغرد خارج السرب. لكن كل الخبراء الحمد لله قالوا مفيش اي مخالفه. الكوره من مدافع الاهلي واسلام محارب الاثنين في الهواء، والاثنين اختل توازنهم في الهواء، والاثنين وقعوا، حتى لو اسلام محارب هو اللي استلم الكوره. فبالتالي طالما الاثنين اختل توازنهم ووقعوا، محدش عليه غلط، مفيش دفعه، مفيش ضربه، مفيش كذا. فازاي هيحسب ضربه جزاء؟ والبنا كان قريب جدا منه، وحامل الرايه كان موجود، اسمه ايه، وائل شعبان، كان موجود جنبه مباشره. لو في حاجه والله ما كانوا رحموا الاهلي، ده ما بيصدقوا اساسا. الشناوي باذن الله جاهز لمباراه الوداد باذن الله، باذن الله. دعوات كل الاهلاويه وكل المصريين انه يكون جاهز باذن الله. ايضا علي لطفي باذن الله هيكون جاهز قبل مباراه الوداد ان شاء الله. الاخبار اللي طلعت من الامن انه وافق على 20,000 متفرج للوداد غير صحيحه. ارجوكم اصبروا وسيبوا اداره الاهلي تشتغل، ومحدش يطلع على السوشيال ميديا يهاجم او يغلط او يعمل اي مشكله، علشان اعداء الاهلي هم اللي بيسربوا اخبار كذب عشان يستفزوا جمهور الاهلي، فيعمل مشاكل على مواقع التواصل، فتبدا الامن يقول لك لا ما احنا مش هنوافق اكتر من كذا. انتبهوا للحاجات دي وخليكم ورا ادارتكم، وادارتكم ان شاء الله هتعمل المستحيل لوجود الجماهير باذن الله. اصبروا وباذن الله كله هيكون خير لصالح الاهلي. اللاعب التونسي بن شيخ لاعب تونس منتخب تونس العظيم والمحترم، قال لما لعبنا قدام الاهلي المصري في 76 كان عندهم الاحتراف بدأ وشغالين، واحنا لسه قاعدين نتفرج على الاهلي ازاي بيشتغل علشان نعمل زيه، وشايفين الناس بتنظر للاهلي باي صورة. لذلك احنا كنا بالنسبة للاهلي نادي قدوة لنا، وكنا بننظر له، والى الان نمشي وراء الاهلي وهو قدوة لنا وللعرب ولافريقيا. شكرا كابتن بن شيخ، انت لاعب محترم. مصطفى شوبير يتعرض لقطع على اعلى الحاجب وكمل المباراة. تخيلوا لاعب قطع حاجبه وتخيط واصروا انه يكمل المباراة. هم دول ابناء الاهلي، هم دول رجال الاهلي، هم دول حبايب الاهلي. روح الفانلة الحمراء عندهم اهم حاجة ارضاء جماهيرهم، اهم حاجة طبعا بعد ربنا سبحانه وتعالى. مرتضى منصور هاجم الكابتن احمد احمر، لاعب كرة اليد وعملاق واسطورة كرة اليد المصرية. قال له ازاي ياخد الكاس ويروح بيها للجمهور؟ ده لازم يروح لاحمد مرتضى منصور، ده مش اصول. ولو مش عاجبه يروح من النادي ويمشي، مش عاوز يشوف وشه في النادي مرة تانية. اتفضل يا جمهور الزمالك، شوفوا ابنكم الاسطورة احمد الاحمر، افضل لاعب في مصر عبر التاريخ في كرة اليد. مرتضى منصور بيقول له امشي من النادي. عاوز ياخد الكاس ويروح على فيلة احمد مرتضى منصور ويديهوله يحتفل بيه، ما يحتفلش مع الجمهور. الجمهور هو اساس الاندية، الجمهور هو القاعدة للاندية، الجمهور هو رئيس ومدير وصاحب الاندية. يا مرتضى منصور فوق القانون، مرتضى منصور فوق الدولة، مرتضى منصور فوق مصر كلها. مرتضى منصور موجود في شغله عادي، مرتضى منصور موجود في النادي عادي، مرتضى بيكرم رجال وسيدات الفرقة الجماعية، مرتضى منصور عزل وهدان، مرتضى منصور هدد الوزير، مرتضى منصور هدد مصر كلها. مرتضى منصور مش معزول، هو ده الصح. مرتضى أقوى رجل في مصر، خلص الكلام. الغندور وهزاز الرؤوس، ايه رأيكم في مرتضى لما قلد عمه الخطيب وخلى البنت تحط الميدالية في رقبته؟ شفتوا الحتة ديت يا هزاز الرؤوس ولا ما شفتهاش؟ كده بتقلدوا الاهلي، هو ده شغلكم. خليكوا كده قلدوا الاهلي بيعمل ايه، وشوفوا الاهلي بيقدم ايه وقلدوه وبس. اكسبوا شرف التقليد. يا عين عليكم وانتوا عاوزين، وانتوا بتاخدوا كده على قفاكم من الخطيب. حتى في التقليد الميدالية واللي اخترعها وليد سليمان، حتى في دي برضو بتقلدوا الخطيب. الزمالك هيقدم شكوى ضد الاهلي وضد التظلمات وضد الاتحاد وضد العالم كله وضد الفيفا، ما مش مخلي الشكاوى شغاله. الله ينور. بقى نادي الزمالك اسمه نادي المحكمه الدوليه، نادي الزمالك بقى نادي المحكمه
نادي القضاء الاداري ونادي لجنه التظلمات والاستئناف والكاس وعدوا خربط. نادي الزمالك بقى عباره عن محكمه متحركه بالظبط كده. قال ان كهربا موقوف، ازاي يلعب السوبر؟ انا هقدم شكوى وهسحب السوبر من الاهلي وهحطه في 100 عقبه. ازاي؟ مش عارف. طلع المهندس عامر العميره على صفحته وقال الفيفا غير مختص، ده شأن داخلي اول حاجه. تاني حاجه، لو راح الموضوع عند مركز التزوير والتحكيم، لو حصل الاهلي مش هيروح ساعتها، كأن الشكوى والعدم واحد، لان المركز ليس له اختصاص. طيب لو راح المحكمه الرياضيه يقبل ولا لا؟ الخلاصه لن يقبل، لن يقبل. ادي شكوى فنكوشيه مرتضيه كده يعني. الخلاصه ده كله علشان اشغال جمهور الزمالك عن واقع أليم هيحصل. في قضيه خالد بوطيب هتحكم ب 2-3 مليون دولار ولا حاجه غرامه، فالجمهور عشان ينسى الحته دي فيشتغل في الحته دي، وده شغل معروف من هزاز الرؤوس وقناه الزمالك ومجلس ادارته، والمشاكل دي كلها بيصدروها عشان يلهوا جمهور الزمالك وبس. حتى طلع لك قال لك ايه؟ الزمالك عاوز ينسحب من بطوله عربيه، ولو عمل كده صدقوني والله افضل حاجه، لان انت لو هتنقذوا الزمالك، اما لو رحتوا هتبقوا فضيحه، لان مستواكم لا يؤهلكم تلعبوا قدام الفرق القويه زي الهلال ولا النصر ولا الاتحاد السعودي ولا الفيصلي الاردني ولا الوحدات ولا الفرق الرجاء التونسي المغربي ولا الصفاقسي. يعني هتبقى الامور صعبه جدا. اهل البليله ومشاكلهم والقضايا بتاعتهم بيقولوا عاوزين نوقف مجدي قفشه. ازاي يعمل حركه هتلر النازيه؟ يا راجل، الراجل ابوه قاعد في المدرج وطلع وعمل كده. هتلر كان بيعمل كده، حشير روسكو ده عمل كده، يعني بدي التحيه لابوه. ابوه موجود وبحييه. انتوا مش لاقيين حاجه تعملوها؟ انتوا ما بتتكلموش على الزمالك خمس اللي بتتكلموه على الاهلي في قناتكم، لانكم ما عندكمش ماده اعلاميه، ما عندكمش نادي، ما عندكمش اداره، ما عندكمش بطيخ، ما عندكمش اي حاجه خالص. والله انا زعلان على الزمالك. اسامه حسن حرامي الغرف بتاعت زمان بتاعت الملابس بيقول لك ايه؟ في 2 من لاعبي الاهلي اتصلوا بيا وعاوزين يلعبوا في الزمالك وهيموتوا ويلعبوا في الزمالك. والفار الغندور بيقول له يا راجل معقوله؟ قال له صدقني انا مستني الضوء الاخضر من اداره الزمالك علشان خاطر اوقعهم واجيبهم الزمالك، وضربه قاضيه للاهلي وجماهير الاهلي. قوم يلا، قوم يلا يا ملط يلا، قوم شوف اسامه نبيه مشي ليه يلا، شوف الواد ابن فاروق جعفر سيف مشي ليه يلا، قوم شوفوا لعيبتكم بتهرب ليه. بعدين بتكلم على لعيبه الاهلي. سجدة رولاندو اجتاحت جميع مواقع التواصل. طبعا شفنا رولاندو لما حط هدف طلع جري وسجد على الارض وشكر الله ومش عارف ايه. يعني نتمنى انه يكون رولاندو ان شاء الله اهل السعوديه العظام اقنعوه بانه يبقى مسلم باذن الله تعالى. نتمنى اليوم فوز الاهلي في كرة السلة بالبطولة. دعوات كل المصريين. الى هنا انتهينا من هذا الفيديو. ارجوكم ادعم القناة واعمل لايك، شير القناة، اشترك فيها لو جديد فيها. عاوزين القناة تقف صد رد وخط دفاع عن نادينا الحبيب. دمتم وفي امان الله.